صباح الخير. عاملين ايه؟ والله الواحد يا جماعة مصدوم من امبارح. آه بعد البيان اللي طلع آه من وكيل علي معلول باني هيكون اخر يوم لعلي معلول في النادي امبارح، واني علي بيرفع الحرج عن النادي ومجلس الإدارة والكلام ده كله. فالواحد عنده حالة صدمة. ليه؟ لأني علي معلول مش مجرد لاعب ومش مجرد محترف، علي معلول أسطورة. يعني أنا من وجهة نظري علي معلول أسطورة في النادي الأهلي. لأنه أولا خلال ال10 سنين اللي فاتوا من ساعة ما جه، أو ال9 سنين اللي فاتوا من ساعة ما جه، علي معلول هو اللاعب اللي يخليك ترتبط بيه كشخص، تبقى بتحبه قوي. يمكن حاجة كده شبه ريحة الجيل الذهبي، شبه أبو تريكة ووائل جمعة. إخلاصه. علي معلول لاعب ما يستحقش اللي حصل له. علي معلول لاعب احسن محترف جه في خلال ال10 سنين اللي فاتوا، بعد العك اللي كان بيحصل جيرالدو على بواليا على موديست على بادجي على على ناس رمينا فلوس كتيرة قوي في الارض عليهم. علي معلول اللاعب اللي بيقدر الجمهور، اللي بيحب الجمهور، اللي مرتبط بالجمهور، اللي بيحاول يسعد الجمهور. علي معلول لاعب في كل البطولات اللي فاتت دايما ليه بصمة، دايما موجود، دايما حاضر. علي معلول هو السبب في بطولة 2023، في ساعة الجون بتاع عبد المنعم، هو اللي كان عامل رافع الركنية. علي معلول صحيح، وكان ساعتها بمناسبة البطولة دي يعني كان ساعتها ماتش الذهاب على أرضنا هنا، وهو كان السبب في الجون اللي دخل، هو وعبد المنعم برضو، لأنه كان داخل من ناحية الشمال عندنا. ف ساعتها قفل كل الاكونتس بتاعته وركز واشتغل وحاول انه يفرح الجمهور، وعلشان هو لاعب مجتهد ولاعب ريسبونسبل قوي وشايل هم النادي وشايل هم الجماهير، ولا مش هقدر ازعل الجماهير دي. قفل كل حساباته على السوشيال ميديا الاسبوع اللي كان بين الذهاب والعودة وركز، وعشان كده ربنا اكرمه وهو اللي كان اسيست الجون بتاع الوداد هناك. السنة اللي قبلها في 2022 برضو هو اللي ليه بصمة في كل الماتشات تقريبا. 2023 2021 البطولة برضو بتاعت كايزر تشيف. البطولة اللي قبلها 2020 بتاعت الزمالك، هو اللي كان اسيست الجون بتاع عمرو السولية، الجون الاولاني. فعلي معلول في كل موقف حاسم، في كل بطولة هتفتكر له مواقف، افتكر له في مواقف كتير قوي. ساعة لما كنا بنلعب غزل المحلة وكنا خسرانين وعلي معلول جاب جونين في ال90 بلس. افتكر له كنا بنلعب في ماتش غزل المحلة اللي هو يعني استاد سيء جدا. افتكر لعلي معلول لما الشوالي قال قسوت على ولاد بلدك يا علي، ساعة لما كان بنلعب الترجي. علي معلول مفيش بطولة الا لما يكون او ماتش مهم او غير مهم، علي معلول اللاعب اللي بينزل يلعب وبيأدي ماتش كبير صغير، بتلاعب فريق درجة ثالثة، بتلاعب فريق درجة بتلاعب فريق كبير.
علي معلول واتحاد جدة لسه في كاس العالم اللي كان في السعودية. علي معلول وماتشات الزمالك كلها. علي معلول وحتى ماتشات بيراميدز. علي معلول يا جماعة مش عارفة اقول ايه بصراحة، يعني انا مش عارفة اقول ايه على علي معلول. لعيب مش بس تحبه، لعيب ترتبط بيه، لعيب تبقى حاسس ان هو لا انت جزء مننا، انت حد قريب مننا قوي. انت حاسس بالجمهور، انت حاسس بالاجواء. انت كأنك اتربيت في النادي الاهلي وعشت في النادي الاهلي. علي معلول اللي ضحى بعروض كتير قوي عشان يكمل في النادي الاهلي. علي معلول ده شخص لا يعني صعب انه يتعوض، صعب جدا. علي معلول اللي فضل في النادي في وقت ما ولاد النادي باعوا فتحي وعبد الله واكرامي ورمضان، وكنا بنقول ولا يهمنا علي معلول عندنا. علي معلول اللي في الوقت ده بيراميدز كان بيعرض عليه اضعاف اضعاف اضعاف، وكان فضل في الاهلي ومكمل. في حين ان واحد زي رمضان صبحي مشي مع انه ابن النادي، مع انه متربي في النادي. زي احمد فتحي مشي، عبد الله السعيد مشي. كل الحاجات دي تثبت لك ان علي معلول ده مش مجرد لعيب عادي. لا، هو مش مجرد لعيب عادي خالص. هو لعيب من تراث مختلف، أسطورة بمعنى كلمة أسطورة. ده اللي يتقال عليه أسطورة. رسالة للإدارة والكابتن بيبو، أنت يعني في مخيلتي وفي وجهة نظر كل الأهلاوية، أنت رئيس نادي، أنجح رئيس نادي، جبت بطولات للأهلي، وقفت الأهلي على رجله. أنت أسطورتنا، ودي ما فيهاش كلام. بس اللي بيحصل مع علي معلول ده ما ينفعش. وانا اسفه جدا لما تبقوا بتطلعوا ان كولر هو اللي مش عايزه، او ان هو مش اسمه ايه ده. لا معلش، انا اسفه جدا يعني، ودي وجهه نظري، وهتلاقيها تقريبا وجهه نظر معظم الاهلاويه. هو مش ده علي معلول اللي لو بنص رجل هيبقى احسن من يحيى عطية الله 100 مره، 100 مره. مش عشان يحيى عطية الله وحش، لا خالص. بس علي معلول اداؤه الهجومي ما بيتقارنش بحد خالص. وبعدين مش ده كولر، هو مدرب ناجح ومدرب كبير جدا، بس عينه وحشه جدا. مش ده كولر اللي كان بقاله سنتين عايز يمشي كريم الدبيس، وبيقول لي ان هو لا يصلح، وني ويمشوه يا جماعه انا مش عايزه، وبيحطه في المخيمات ورميه في المدرجات واستبعادات. مش هو ده كريم الدبيس دلوقتي اللي لما بينزله لا وايه وبيلعبوا وينج، يا بيعمل اسيست جون، يا بيتحرك حلو جدا، يا بيكون احسن لاعب في الماتش. مش هو ده يعني اصلا كولر عنده مشكله اصلا في عينيه مش حلوه. فازاي تقول اصل هو مستني، اصل علي معلول مش هيرجع بنفس ده علي معلول لو برجل واحده يبقى احسن. يعني انت لسه عايز تقيم علي معلول بعد اللي عمله كله في 6 شهور دول؟ اكيد هيبقى كويس، اكيد هيبقى كويس. وبعدين انا اسفه برضو، هو علي معلول محتاج يتقيم؟ ده كلام يا جماعه؟ يعني ده كلام؟ وما تقولوليش الاهلي فوق الجميع. الاهلي طبعا فوق الجميع وكل حاجه، بس حتى لو كان فوق الجميع وانتوا واخدين القرار ده، مش جايين تقولوه له دلوقتي، ولا جايين هو اللي حتى يحس من نفسه. لا، المفروض ان علي معلول ده كان من الشهر اللي فات او من بدايه الشهر ده يتقعد معاه ويتعمل له حفله، ويا ابني احنا معاك، عايز تكمل ولا عايز تطلع منصب مثلا اداري، مكانك محفوظ في النادي، طب ايه رايك تجدد وتطلع اعاره 6 شهور للنادي اللي انت تختاره. طيب. لكن احنا لحد يوم 28 سايبينه ومش عارف هو هيعمل ايه. هي ده تقدير الاساطير يا كابتن محمود؟
هو دي تقدير الاساطير يا كابتن بيبو. عندك اخطاء كتير الفتره اللي فاتت والناس كلها بتتكلم عليها، سواء في المدير الرياضي، سواء في في ملف التعاقدات، بتنزل تخلص لعيبه بنفسك. كل ده ليه؟ لما بنغلط، لما طول عمرنا بنقول لما بنغلط حلو ان احنا نتدارك الخطأ بدري ونعترف ان احنا اخطأنا. انت لو عايز تصلح المنظومه من دلوقتي، كده كده كولر ماشي اخر السنه، بعد كاس العالم هيسيبك. لكن علي معلول هتندم ان انت ما جددتلوش، هتندم ان انت مشيته. ليه؟ لان انا متخيله ان واحد زي علي معلول بيحافظ على نفسه وبتاع لسه يقدر يدي سنه او سنتين كمان. وكولر نفسه هو اللي السنه اللي فاتت في مؤتمر صحفي طلع وقال علي معلول ده زي المكن الالماني، لازم يفضل داير على طول عشان يدي احسن انتاج. مش هو ده نفس كولر؟ دلوقتي بقى علي معلول وحش؟ عنديش كلام اقوله تاني. حقيقي الواحد مصدوم وزعلان، لاني ما تنفعش دي تبقى ابدا نهايه اسطوره زي اسطوره علي معلول. واتمنى ان يكون كل الكلام اللي طلع يبقى طلع من اتجاه واحد بس، من قرارات فرديه من علي معلول ووكيله، ولسه الاهلي يكون هيتكلم معاه، ولسه هيجدد له او هيأيده ويكمل معاه ال6 شهور، او هيشوف له اي طريقه. اشوفكم على الف خير.